السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا الليلة في حلقة جديدة، الحلقة الثانية من سلسلة الأمثلة الحسانية من كتاب الكلام سابق للشاعر المؤلف سالك اليزيد. حلقة الليلة ندور نتعرفوا ونناقشوا بعض الأمثلة القديمة، كلام الناس الأولى اللي قد قالوا، والأمثلة فيهم ياسر شايع ومتداول، يا غير معناه الحقيقي ما هو معروف. واخترت لكم الليلة بعض الأمثلة، وإن شاء الله الحلقة سنال إعجابكم وسعود عند حسن ظنكم، ونتمنى الشباب يسول عن التراث القديم. ها كامل هو موجه للشباب، هو ما يشين الإنسان يواكب عصره، يا غير اللي ما يشين الإنسان يرجع للوراء شوي ويرجع لتاريخ أهله وأجداده، ويعرفوا ويفهموا ويعدلوا مكانه في عقله به اللي يقد يسول عنه في يوم من الأيام من طرف أولاده ولا أحفاده، ولا بدي يجبر شيء يرد به ويجاوب به عن ذاك كامل. أول مثل معانا الليلة يقول: اللبن ما ينشك فيه. لبالي متمني ديما ريبي يكبر بالحياة. اللبن هو أزين شيء يقدم للضيف، ولا يشوف ورقاج ما استبشر وانطلس وجهه، وأحلى وبرك وأطيب شي في الدنيا هو اللبن. لونه أبيض وطريقه بيضة ومباركة، والبياض شوي يشيبه. ويقولوا العرب: إن البياض قليل الحمل للدنس. ويقول المغني الشاعر: قولوا الولفيلات ماذا في اللفظ مع حد محوبس، وقولوا لها إن البياض قليل الحمل للدنس. واللبن ما يشك فيه به اللي ما فيه الشك. المقصود هون باللبن هو الدم، اللي هما الأهل والأخوت وأولاد العم والأولاد، على أنك مانك لاهي تشك في شي لاهي يعدلوه لك ما هو زين عندك، ولا تظن قاع على أنهم يقدوا يعدلوا لك شي ما هو في مصلحتك. بيهم هما اللي لاهي يمتنوا عينك ويستروا عيبك، وهما المخليين الناس أهايبتك. إلا لسحقت لا يسر الله لك، وإلا انظلمت لا يدافع عنك الله لك، وإلا أمرت لا يسرهم الله هما، وإلا فصلت ولا لسحقت لا يسقيسهم الله هما، واللحمة إلا خنزت يرفذوها الله لها. وذاك اللي بيه اللبن ما يشك فيه. المثل الثاني يقول: طريق العربي بين عينيه. من شيم العرب النخوة والبلقة اللي ما هي بلقة الفسيد، والتخومي عن شي ناقص، ومن شيمهم الغلظ والمعنى والتسامح والعفو عند المقدرة، ومن شيمهم الشجاعة والباس شديد نهار الكريهة، والمعروف على أنهم خيامهم كبارات ومناتهم زينات وخيلهم حرارات ويبلهم زينة ومراكيبهم زينين وارواح لهم زينات ويبغوا ولا شي زين بيهم اللي عرب. وإلا صموا على شي فرض عليهم من يعدلوه، وإلا رفضوا الراس بشي لا يعدلوه، وإلا ترفضوا عن شي راه ولا رويخي، وإلا عطاو بالاكتاف لشي ما تلاو لا يتلفتوا عليه، وإلا رحلوا عن بلاد خلا ما تلا ينسكن به اللي ما تلات فيه المروة ولا المعنى ولا المهابة.
به اللي ما تلو فيه العرب، والعرب إذا دارشي بين عينيه لا يسم نافذو ولا يتلفت دونه إلين يلحقو. إلى عاد اللي مسافر مات لا يوكل ولا يشرب ولا يرقد ولا يستراح إلين يلحق البلد اللي واعد، به اللي طريق العربي بين عينيه. قالوا الناس الأولى الظهر يلوح. الظهر هو الأيام والزمن والدنيا، ويلوح معناها على أنه يبقي ويخلي ويزرق. الظهر معروف على أنه يغدر ويتخلى عن مولاه، والدليل على أنه يتم نادم غني إلين ذا هو فقير، ويتم صحيح إلين ذا هو ضعيف ومريض، ويتم الإنسان مع أهله وأحبابه واللي يبغي واللي يعرف إلين ذا هو في تراب ما فيها له حد ولا يعرفوا فيها حد، وذا هو فيها غريب أوطان وحيد وبراني ومعزول، والظهر يلوح. المعنى من ذا على أنه منادم يسكايس مع كلها ويتخاير مع كلها، يقبض العافية مع كلها ولا يوكل حيوان حد ولا يحقر حد ولا يستصغر بحد ولا يستهون بحد ولا يجيب العار من حد ولا يتعدى على حد ولا يتمحلب مولف حد، به اللي الظهر يلوح. ويقول الشاعر: هذا الظهر تفو بيه مارس عنه غدار، ما له صورة فيه حلاوة ما تمرار. المثل الموالي يقول: الراجل يبني حلة والحلة ما تبني راجل. الحلة جمعها حلل، وهي فريق كبير ساكن في بلد واحد من قبيلة واحدة، بشيخه وبشيخه وبفقيهه، وفيه صناع فارهين، وبفقراشو شايع يشق ويرقع، وبعقلايو وبسفهايو، ولا بد سعود فيه مرة شايعة حدفة جدرة، مرة سفقراشة مشهورة مربية أولادها وأولاد أولادها وتركت مناسها. والحلة يبنيها راجل واحد وينقال لها حلة سهل فلان، فيها أولاده وأحفاده وأولاد عمه. وشيخ الحلة يبنيها ويرفض ضعافها ويدبر ويغرج ويسيس عليها، يرفض لها الهم ويصالحها ويساويها ويلايم بينها، ويقلع من غانيها الضعيفة ويتم سهران على همها وعينه مراها. ومنين يرحل شيخ الحلة البانيها كان بمر مولانا ويتوفى، يتفرق ذاك الفريق ويتم ويطاير وأهله كلها منين يقيس، بيرحل مولاها ولا تلا عندها حد شافق عليها ولا يراعي همهم ولا تلا حد يقد يعوض ذاك الراجل العاقل المسكايس الحكيم الصبار الحنين الوفي الأمين اللي كان مظلل ومدفي ومستر عن كل شي وكان نافع كل شي وكان بو الناس كاملة. والراجل يبني حلة والحلة ما تبني راجل. يقول مؤلف مضمن هذا المثل: قال: الرجال ما يرقق بيهم بل النفع العاجل، والراجل يبني حلة حق والحلة ما تبني راجل. المثل الأخير يقول: النسب ما هو ذراعة تنفسخ. النسب هو الأصل والحسب والمنبت، والنسيب اللي جايب من الناس شادها، وينقال متسهل بيها باني بيها متعرس بيها مستخيم بيها أو متخيم بيها. والقصد من ذي الألفاظ كاملين ألا إياك ما يقول حد كلمة ناقصة تفرق جماعة. الأنساب منهم بول مرة
وأمها وأخوتها وأخواتها وعمامها وأخوالها وأسرتها كاملة. والضراعة هي اللبس الزي التقليدي الرجالي الخاص بالرجل الحساني البيضان ككل. وخالقات اللي دراري للطافلات مازالوا صغارات ما فاتوا غطاو ولا داروا على روسهم ذوك يعدلوا من خنطة كحل. والفسيخ هو قليع المسلة من فوق الجل. المعنى الأول للمثل لأنه النسب علاقة متينة وصل دم ورباط وعهد ما يخلى ولا ينترك ولا يفرط فيه ولا ينهمل ولا ينتسى ولا ينقطع عنه بالقفاء ولا يسهوك ولا ينجحد. ونسيب بالمرة ذاك عليك تديروا كيف بوك توقروا وتحترموا وتكبروا وتصول رحيمو. وإذا فتصلت مع منسو وخليتها لهي تمنى نسيبك إلين تقيم الساعة ولا يتمن ليس لك الحق وتكبره وصلت الرحيم به اللي بو المرة كانت عندك وجد أولادك من أمهم ونسيبك يعمل قاع ما عيلت مع منتو ولا خليت معها شي. والنسب ما هو ضراعات مفسخ. والمغزى من ذا على أنه الأصل والحسب والنسب والمنبت ما ينتكروا ولا ينجحدوا ولا يدرقوا. وحد جبر أهل خير من أهله يدعي لأهله بالعمار. حد دخل قبيلة وعاد منها ومشى مشيتها لسبب من الأسباب يتوالى ذيك القبيلة ويعود معاها بيه اللي جبرها وعاش تحت ظلها ودفاها وعاد مفرال والأولاد الحماية يغير من لازم ما ينسى دمه ووصله وجنسه والبلد اللي هو منه. وقال الطير بلادي ولو جارت علي بلادي. والنسب ما هو لا ضراعة الوقت ما بغيت تقلعها. النسب ما هو ضراعة مفسخ. نبالي متمني ديما ريبي يكبر في الحية بخوار والماء وخويمة وغراد وعد البادية. لحقنا لنهاية حلقة ذي الليلة ونتمنى إن شاء الله تعود حلقة على المستوى المطلوب. ونبغي نقول على أن الطريق فاتوا رسموها لنا اللوايل وهي اللي مازلنا ماشيين عليها وتجاربهم اللي استفدنا منها وكلامهم الحكيم مازلنا محافظين عليه إلى يومنا ذا. والأولين ما خلاو للتاليين باش يتكلموا والكلام سابق. الشعر فقدني قرشي